Hey guys ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بلانر ل 2025 هنعمله بنفسنا. فده الدفتر اللي انا هستخدمه. استخدموا اي دفتر متوفر عندكم. للادوات هنستخدم الوان ماركر بقى خشب المتوفر، وقلم اسود طبعا للتحديد، ومسطره للتسطير، وهنستخدم طبعا ستيكرز للتزيين، وهنستخدم كمان بنترست للافكار. وبس يلا بينا نبدا. اول حاجه للصفحه الرئيسيه، شفت الفكره دي اللي هي عباره عن قلوب بطريقه عشوائيه، فقلت يلا بينا نعملها. جبت أي حاجة دائرية موجودة عندي وعملت دايرة كده بالقلم الرصاص، وبعد كده عدت عليها باللون البينك وزينت الحواف شوية بالطريقة دي. انتوا ممكن تزينوا بأي طريقة انتوا بتحبوها. وفي زاوية الصفحة من فوق بدأت إني أرسم نجمة بالقلم الرصاص عشان لو في أي أخطاء أقدر أمسحها. وجوه الدايرة بدأت إني أكتب 2025 بخط كبير، وبدأت إني أعيد عليها وأحددها بالقلم البينك برضو. ونلون الأرقام، ممكن تستخدموا ألوان ماركر أو ألوان خشب أو ألوان مية، الألوان المتوفرة عندكم. وبعد كده بدأت إني أرسم قلوب بطريقة عشوائية بنفس الطريقة اللي كانت موجودة في الصورة، مش لازم تكون منتظمة قوي. خدت اللون الأصفر وهبدأ إني ألون النجمة اللي احنا رسمناها سوا. بحس إن اللون الأصفر في أي عمل بيدي تاتش مميز جدا وحلو جدا، فبحب إني أضيف اللون الأصفر في أي حاجة أنا بعملها. بحدد النجمة باللون الأورنج. وعشان أضيف تفاصيل أكتر وأحدد كل حاجة احنا عملناها، بدأت إني أستخدم قلم جاف أسود أو قلم حبر أسود، قلم تحديد. وبدأت إني أحدد الأرقام، أحدد النجمة، أضيف تفاصيل، فده بيخلي الصفحة شكلها حلو أكتر. وبس ده شكل الصفحة الرئيسية اللي احنا عملناها، حبيتها جدا وشكلها كيوت وبينك فحبيتها جامد. نيجي للصفحة التانية، ودي الصفحة اللي احنا هنكتب فيها الشهور والأيام، فجبت الصورة دي من بنترست عشان أعرف الأيام في كل شهر هتبدأ امتى، فكتبت 2025 فوق الصفحة وعملت 5 سطور بالعرض وسطرين بالطول عشان نعمل الجدول لشهور وأيام سنة 2025. فده هيكون شكل الجدول. هستخدم الهايلايتر البينك وهبدأ إني أعمل خط فوق كل مربع احنا عملناه عشان هنكتب فيه أسامي الشهور. ده شكل الصفحة. هستخدم لون أصفر عشان هعمل خط رفيع هكتب فيه أسامي الأيام، بس هكتب فيه أول حرفين بس. وبعد كده بدأت إني أبص للصورة وأنقل الأيام بالأرقام، وكمان أحدد على التواريخ المميزة زي الأعياد وكده. وبدأت إني أزينها بشوية ستيكرز أكيد، وأضيف تفاصيل عشان تكون الصفحة شكلها أحلى. وبس دي النتيجة. للصفحة التالتة هنكتب أهدافنا الصغيرة بجانب لوحة الأهداف اللي احنا عملناها. فشفت فكرة على بنترست هنكتب this year I want to في نص الصفحة بخط كبير، بس أنا غلطت غلطة اللي أنا نسيت أكتب حرف ال H في this. اكتشفت الخطأ ده في الآخر خالص فصححته، فهنعمل نفسنا مش شايفينه. المهم هنبدأ احنا نلون العبارة، وده شكلها هيبقى في الآخر. الصراحة عجبني شكلها جدا. هستخدم اللون الأزرق وهعمل سحب وغيوم كده حوالين الجملة كلها في الصفحة كلها، وهكتب فيها كل حاجة صغيرة أنا عايزة أحققها وأنتظم فيها السنة دي، يعني أي حاجة زيادة جنب كمان لوحة الأهداف اللي احنا عملناها. وبدأت إني أزين الصفحة بالنجوم الصفراء، وبس دي النتيجة. الصفحة اللي بعد كده هنعمل فيها فكرة شفتها منتشرة وعجبتني وقلت خلينا نجربها السنة دي. هنعمل جدول فيه مربعات بعدد أيام السنة، دي هدفها اللي احنا نقيم يومنا كان عامل ازاي، حالة الجو في اليوم ده كان عامل ازاي، وليها أفكار كتير. فكتبت على الجنب عدد أيام معظم الشهور من 1 ل31، وفوق أسماء الشهور، والمقاسات 8 في 12.5 سنتي، ولو عدد مربعات 31 في 12 مربع. وهعمل 5 مربعات على الجنب اللي هي الأساس اللي احنا هنمشي عليه، وهلون كل مربع بلون معين. وبما ان دي فكرة تقييم الأيام، فهكتب جنب المربع الأول 5 نجوم والمربع التاني 4 نجوم وهكذا لحد النجمة واحدة. وحلو قوي اللي احنا نعمل الفكرة دي. طبعا أكيد هنستخدم الستيكرز للتزيين، ودي الحاجات البسيطة اللي أنا بضيفها للصفحة عشان تضيف لها تزيين أكتر ويكون شكلها حلو أكتر. للصفحة اللي بعد كده هعمل نفس الفكرة، بس هتبقى لحالة الجو والطقس بتاعت الأيام. فبدأت إني أعمل نفس الجدول بنفس المربعات بنفس المقاسات، وأعمل المربعات اللي على جنبه ألون كل مربع بلون معين، وهكتب جنب كل مربع حاجة معينة، يعني مثلا مشمس ولا ممطر ولا غائم وهكذا. وبرضو هزين الصفحة ودي شكلها في الآخر. حبيت اني اكتب في صفحة زيادة ليا افكار لفيديوهات اليوتيوب اللي حابة اني انزلها السنة دي، فرسمت لوجو اليوتيوب في اول الصفحة وكتبت فيديو ايدياز، وعملت مربعات في كل مربع هكتب فكرة لفيديو انا عايزة انزله، وانتوا قولوا لي كمان افكار لفيديوهات انتوا عايزين تشوفوها الفترة الجاية. وده شكل البلانر النهائي اللي احنا عملناه سوا. كل صفحة عملتها معاكم وقلت لكم انا عملت فيها ايه بالظبط، فانتوا قولوا رايكم تحت في التعليقات. وبس بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا جدا للمشاهدة وباي باي.